أنا سعيد في حياتي جدا، أقسم بالله. الأقرب إلى قلبي والأكثر حلاوة هذا الموسم أحمد أمين حاليا يعتبر من أفضل الممثلين الكوميديين على الساحة، وكوميديا مواقف، أغلب كوميديته كوميديا مواقف يتخلخلها بعض من الإفيهات اللطيفة، وسايب لكل الممثلين اللي حواليه يظهروا ويكبروا. يعني طه دسوقي حرفيا من أحد أجمل الحاجات في المسلسل. يعني الإفيه بتاع أنا سعيد في حياتي جدا، أقسم بالله قادر أخرجه من دماغي. نفس الفكرة شخصية علاء السامجة السخيفة، دي حلاوة مسلسل غير طبيعية. تبديلهم الشخصيات وكل شوية من هنا لهنا، وبسبب حركة بسيطة خالص. فكرة المسلسل نفسها في إن في حركة بسيطة خالص بتعملها في الماضي، هي الباترفلاي افكت، تأثر على كل اللي ممكن يحصل لك في المستقبل. ده شيء حلو كفكرة جدا، ويعني واضح جدا إن في رسالة، هتبقى رسالة حلوة إن أنت لازم ترضى بمصيرك لاختيارات ربنا، ومهما تحاول تغير كده كده هتقع لك نفس النهاية ونفس الشكل. حتى برضه في المسلسل لو هتلاحظ ان كل مره بيرجع بيخبط في راجل وما بينساش، يعني هو لازم مش بيفتكر فعلا انه ممكن ما يخبطش فيه، لا كل مره بيخبط فيه، والراجل بيقول له جمله واحده: انا راضي، انت راضي. دي يعني اسقاط او كنايه ان المفروض احمد امين او شخصيه شفيق ترضى بالموجود او ترضى بالحاضر. المسلسل ككوميديا وكفكره وكل حاجه عجبني جدا، يعتبر اكتر حاجه فعلا انا بحبها وبستناها كل يوم اشوفها. من الحاجات المميزه في المسلسل ده زي المسلسل الكبير برضو، اللي هو كل شويه قصه وهتخلص نخش على اللي بعدها. فده شيء لطيف جدا، في حين ان انت ممكن لو معجبكش القصه دي او الحكايه دي، ها اصبر هيجي غيرها. وده انا عرفته مؤخرا ان المسلسل 15 حلقه بس، يعني احنا قربنا نخلص. وفعلا الاحداث بتجري والدنيا حلوه وما حسيتش بملل ومفيش في حشو، يعني انت شويه كده شخصيه او اتنين كمان ومع السلامه هنعرف اللي هيحصل في النهايه ايه. ده شيء بالنسبه لي افضل بكتير من نقعد 30 حلقه طول رمضان اقعد اشوف هيحصل ايه ويعمل ايه ويحكوا لي حشو في النص، واللي هيعمله اغلب المسلسلات اللي موجوده السنه دي. احمد امين هو حاليا يعتبر افضل ممثل كوميدي في الوقت الحالي. الحاجات اللي عجبتني في المسلسل قوي هي الافيهات اللي بتتقال. الافيهات اللي بتتقال تقريبا كأن شخص بيقولها عادي، كأن انا قاعد مع اصحابي فبقول الافيهات دي، فبتجيب لك كوميديا اكتر بكتير من الافيهات اللي طول النهار على السوشيال ميديا موجود. الافيه لو كان وحش فكوميديا الموقف اللي بتحصل بتلم الليله. يعني كان في كذا افيه اتقال في اول قصه لما كان هو تخين وكان غني وكده، كان افيه بيحس ان هو سخيف فيقول على نفسه ايه السخافه دي، وهما كمان يتريقوا عليه فبتلحق الموضوع وانت بتضحك. الكوميديا في المسلسل ده فعلا نظيفة، كوميديا نظيفة بعيدة عن الإسفاف والإيحاءات وبعيد عن أي حاجة من الحاجات دي خالص. إحنا بنسمع حاجة نظيفة أو عمل فني نظيف. أتمنى من الجميع إنه يكون شافه، ولو مشفتوش اتفرج عليه. وبرضه متنساش تعملي لايك عشان نتفرج على فيديو جديد أول بأول. بس كده، وقولنا إيه المسلسلات اللي انتوا حبيتوها السنة دي وأكتر مسلسل انتوا بتستنوه كل يوم عشان تشوفوه. سلام.